اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الفل وصباح الفل وكل حاجة حلوة كده تكون فل في حياتكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا يلا، خدتكم ورحت اشتريت شوية حاجات كده رمضان. حاجات بقى نواشف وحاجات بسيطة كده تمشينا ايام في شهر رمضان الحمد لله يعني. تعالوا يلا اقول لكم ايه المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده. رحت صورت لكم فيديو في المحل اللي انا جبت منه الحاجات دي، حاجات حلوه جدا جدا واسعارها كويسه قوي في المحل ده. سيب لكم عنوان المحل برده وسبته لكم في الفيديو اللي قبل كده. تعالوا يلا بينا اوريكم الحاجات دي. صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب للقناه لو انتي اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نفتح كده ونشوف احنا معانا ايه النهارده. بالاكل ولا نبتدي بالحاجات الناشفه؟ تعالوا يلا نبتدي بالحاجات مش الناشفه، الحاجات اللي هي هوريها لكم دلوقتي. بصوا بقى، اشتريت مصحف. ولادي قطعوا المصحف اللي كان عندنا فاشترينا واحد حلو قوي قوي وجميل. استنوا ما نفتحه. قلنا بقى قلنا الشهر بقى كده يبتدي كده بالخير والبركه. جبنا كل حاجه، مش هنستخسر ونشتري مصحف معانا. ما شاء الله الكتابه بتاعته جميله جدا جدا. انا جبته ب 25 دولار، قال لي ب 25 دولار. بصراحه جبته ما حتى ما ترددتش لحظه واحده. ربنا يا رب يجعله دخلته خير علينا كده، دخلته كده تكون خير وستر وصحه علينا. تعالوا نشوف ايه اللي بعد كده. نركن دي كده على جنب. جبنا هلال ونجمة رمضان، شايفين جمالها؟ اتحط لها طبعا بطاريه، لسه هنشتري لها الحجره بتاعتها. شايفينها حلوه ازاي؟ حلوه قوي قوي وسعره كان كويس. مش عارفه تقريبا قال 10 او حاجه زي كده. السعر بتاعه بصراحه لقيته حلو قوي قوي عنده. ده كده كان اول حاجه معانا. اشترينا الهلال بتاع رمضان ده. طبعا انا بفرش الفرش بتاع رمضان والحاجات دي. هصور معاكم برضو فيديو. ادي كده ده اول حاجه جبنا الهلال. جبنا كمان فانوس. بصوا شايفين الجمال، مكتوب عليه رمضان كريم وجامع وكده. حلو قوي قوي. بصوا جماله. ده سعره 5 دولار، موجود برضو في قلب المحل. اللي هيروح هناك هيلاقي الحاجات دي موجوده ومتوفره. صاحب المحل بجد امين جدا جدا. جينا ناخده قال يا جماعه لا هاتوه وانا هدوكوا اللي هو بالبطاريه اللي هو بالحجره يعني، وبدله لنا وادانا ده كمان. وسعره بالحجره وكل حاجه 5 دولار. حلو قوي الثمن بتاعه بصراحه. تعالوا هنشوف ايه بعد كده. انا جيت كمان وجهزنا غدا واتغدينا وكل ده. قلنا بقى نقوم ايه ما نكسلش ونصور معاكم الفيديو واوريكم الحاجات اللي انا جبتها من المحل. بصوا ده كمان حلو قوي قوي الشكل بتاعه. برضو سعره ب5. الاسعار دي بجد حلوه قوي قوي موجوده عنده. اللي حابب يا بنات يروح يشتري من هناك بجد الاسعار بتاعته دي جميله جدا، مش هتلاقوها عند اي حد. صاحب المحل ذوق بجد، وبصوا ذوق في التعامل قوي. ده كده كمان الفانوس احنا جبناه. جبنا كمان فانوس كده عشان نعلقه في البلكونه. استنوا اوريكم كده. جبنا واحد السنه اللي فاتت و باظ مننا، بس والله ما رميتوش. قلت خليه يمكن نعرف ان احنا نصلحه، ممكن يكون العيب في فيشه ولا حاجه. بصوا ده حلو قوي قوي وسعره برضو جميل. اللي عايز يا بنات الحاجات دي موجوده في المحل هناك بجد. الاسعار مش هتلاقوها في اي مكان تاني. اسعاره حلوه قوي. استنوا ايه هنحط الفيشه. كنت بحسب الفرن بتاعي شغال، قلت بس ابص كده. شايفينه؟ بصوا عشان بس الفيشه عشان الفيشه بتاعتي قصيره. حلو قوي. استنى هحاول اوصله لكم برضو في حته تكون اقرب. بصوا بيبقى بقى كده بجد جميل جدا جدا.
حلو قوي قوي. وتمنه برضو على ما اعتقد ل 10 ل 15 مش اكتر من كده. هو تقريبا 15 دولار. يعني الحاجات دي اسعارها بره غاليه قوي قوي. انتوا اكيد بتشتروا وعارفين. ده كده الحاجات اللي انا جبتها منه. جبت مفرش برضو بتاع الاكل، مفرش كده بتقص منه على قد ما انت ما عايزه. برضو من هناك موجود عنده احجام في اكبر من كده، الحجم مش طول المفرش، في قد ده كده مرتين او مرتين وزياده، موجود برضو هناك في قلب المحل. مش عارفه افتح الاكياس. اما بنيجي نخرج انا وساره وجنات نتسوق او نعمل شوبنج مع بعض او نجيب اي حاجات، كل واحده بتعلم اكياسها. اصل انا بعيد عنكم مش عايزه اقول لكم، كل ما نيجي ننزل من العربيه تلاقوني ناخد شويه من اكياس سلوى على شويه من اكياس جنات، والاخر ما يروحوا يدوروا بقى على الحاجات بتاعتهم. قبل ما نركب بيخافوا مني بمعنى اصح. فاول ما بيركبوا العربيه، اللي تسيب اكياسها مفتوحه واللي تحط اكياسها قدام واللي تقفل لي الكيس بتاعي عشان ما اتلخبطش واخد حاجتهم وانا نازله. بصوا بقى، جبت البرامات دي موجوده عنده، حلوه قوي قوي. 6 برامات ب 15 دولار، سعرهم حلو. انا شايفاهم على جروبات 18 و20، فالسعر عنده بصراحه جميل. بتوع الرز ابو لبن، تعملي فيهم اي طواجن، تحط فيهم الفول، اي حاجه. بصراحه عجبوني جدا جدا والنوعيه بتاعتهم حلوه. جبت برضو منه ال6 دول كده. تمام كده، دول كده المطبوخ. تعالوا نشوف جبنا ايه تاني من حاجات اللي هي تنفع لزينة رمضان. بصوا بقى الصينية القمر الجميلة دي، حسيتها اتخربشت مننا، لا حلوة. عجبتني الفكرة بتاعتها، ممكن نقدم عليها اي حاجة، حاجات للعيد، كحك، اي حاجة من الحاجات دي. بس انا بصراحة جبتها كفكرة ان ممكن احط حاجة، يعني علبة بلح، بولة بلح هنا، احط مثلا مبخرة، احط فانوس من الفوانيس، هيبقى شكلها جميل جدا جدا معايا. هستعملها بصراحة كذا استعمال. ممكن احط جنبهم مصحف، فاهمني؟ يعني انا بفضل ان انا اعمل يعني جايباها اصلا لحاجة زي كده. وليها برضو الغطا بتاعها لو احنا حابين في رمضان في العيد نحط كحك، او في اي وقت اي حاجه حابه تحطيها جوه، حاجات اللي هي المقبلات او حاجات التقديم، ممكن تحطيها في قلب العلبه دي مع المسامير بتاعتها وكده. بس مش مشكله، نبقى نركبها بعدين. لو انتي لسه ما اشتركتيش في القناه او اول مره تشوفيني، انزلي اشتركي في القناه وتعالي كملي معايا باقي الفيديو. هنركن دول كده على جنب. بصراحه العلبه دي جميله قوي قوي. استنوا بس نوسع كده ايه لنفسنا. نحطهم هنا على العلبة. شايفين شكلها قيم جدا. سعرها 15 على فكرة، سعرها مش غالي، سعرها 15 دولار بس، سعرها مش كتير. قلت لكم الاسعار في المحل ده حلوة قوي قوي. للي حابب بيروح يجيب من هناك. كان نفسي فيها من زمان الفوالة، جيت اجيب بتاعتي من مصر نسيت. عشان نفول الفول بتاع رمضان، كل سنه وانتم طيبين، هنعمله بطريقه حلوه جدا جدا. استنوا برضو هنزله لكم على القناه. جبنا الفواله الجميله دي برضو من هناك. دي كده كل حاجات الزينه بتاعه رمضان. بعد نسي نشيل دي من الكيس. اول ما جينا حطينا الحاجات بتاعه البسله والباميه والحاجات دي، من كل حاجه كيسين كده بتوع الفريزر. بصراحه خليته ادخلهم علشان ما يفكوش بكده. بس نسي ياخد بتاعه الكنافه دي. نوع الكنافه ده حلو جدا جدا، سامعين صوت انس؟ حلو جدا جدا. اللي حابب يجيبوا هنا النوع ده كويس قوي قوي وجميل. وده الازاي بتاع الصلاه، القطعتين ما لقيناش اللون البني فجبت اللون ده، وسلوى خدت اللون البني. اكيد انتوا هتشوفوه في الفيديو التاني. دول قطعتين كده، قطعه زي الجيبه والقطعه التانيه بتتلبس زي الخمار بالظبط. يعني القطعه دي زي الجيبه كده،
والقطعه التانيه زي الخمور بتتلبس من فوق عشان يبقى سهل للصلاه. ما تحتاجيش بقى لو واحده قاعده بحريتها ولا حاجه في البيت، لابسه بيجامه، لابسه ترنجه، اي حاجه، تقدري ان انت تجيبي القطعه دي، بتسهل عليكي الموضوع شويه. ده كده كل الحاجات اللي انا اشتريتها كديكور او كحاجات لرمضان وكده. هم دول الحاجات اللي انا جبتهم. تعالوا بقى نشوف جبنا ايه وسوقنا وجبنا ايه من المحل بقى. جبنا بلح طبعا عشان نبله في رمضان، عشان واحنا صايمين كده. جبت البلح برده من هناك. انا طبعا في الفيديو التاني انا قايل لكم برده كل الاسعار، مش هفضل افتكر كل الاسعار بصراحه. في الفيديو انا موضحه لكم سعر كل حاجه برده. فجبت البلح ده برده منه من هناك. جبنا ايه تاني هقول لكم دلوقتي. جبنا صوبيا برده، صوبيا عمان، صوبيا عمان دي حلوه قوي برده. جبنا منه صوبيا وكده. تعالوا نركن دي كده على جنب بالشكل ده كده. جبنا منه بسكوت شمعدان بتاع مصر لقيناه هناك، جبنا منه برده. جبنا برده اوريو ده كده للعيال. شاي العروسه موجود عندنا اهو في امريكا. هو انا ليه حاسه خشن؟ شاي اخضر، شاي اسود، لا ده شاي اسود بس مش عارفه ليه حاساه عكس اللي احنا بنجيبه. لا هو شاي العروسه اهو بتاع مصر. جبنا برده، جبت واحد منه. صراحه جبت الحاجات اللي ناقصاني وكده. دي حاجات رمضان اي نعم، لكن دي حاجات بتاعت البيت. وجبت بلح برده، يعني جبت حاجات كده تمشيني برده الحاجات اللي انا محتاجاها للبيت. وجبت برده كذا حاجه لرمضان وانا هناك. عن قمر الدين وجمال جبت برده لفتين قمر الدين، سعرهم حلو هناك. اللفه عامله 2 دولار وحاجه، لا بصراحه سعرهم حلو جدا جدا. جبنا برده قمر الدين اهو معانا. جبت ورق العنب اللي قلت لكم عليه، ورق عنب العافيه بجد من احلى الانواع اللي انا جربتها هنا. كان كل الشكر لاسماء واحده صاحبتي هنا، سالتها قالت لي النوع ده حلو جدا من يوم ما جيت امريكا وانا ما بستعملش غيره. العافيه، العافيه ورقته حلوه وناعمه كده، شبيه يعني بتاع مصر وكده. جبت لي برده علبتين منه. فرع الزينه ده كمان انا جبته من هناك. جبت برضو الفرع ده معايا. ودي بقى محول كده انا بجيبه للفيش بتاعت مصر. محول عشان الفيش هنا غير بتاعت مصر، بشتريها كقطعه لو معايا اي جهاز شارينه من مصر او حاجه ساعه مش عارف ايه، فانا كنت جايبه لي الساعه بصراحه جبته معايا. جبنا علبه زبيب برضو كمان، لقيت علبه زبيب من اللي هو الصغير ده، جبته برضو من هناك. زياد من احلى الانواع بصراحه في حاجات كتير. منتجات زياد حلوه جدا جدا في كل حاجه في المحلات بصراحه. جبنا ترشي برضو معانا. استنوا نوسع لنفسنا يبقى كده. جبنا كمان الترشي معانا. دي برضو بسكوتات علي بابا بتاع مصر. وجبنا تين المجفف، جبت لي واحده برضو، لما تخلص نبقى نجيب غيرها وكده. جبنا كيسين من الشعريه. وكمان جبت فول علشان هنغمس بقى، قلت لكم جبنا الفواله وجبت الفول كمان. الطريقه اللي انا بعملها حلوه قوي قوي، واللي هيبقى عنده طريقه جديده يكتب لي ويقول لي بعمله كذا وانا هعمله زيك. جبت كيس لسان عصفور. جبنا كيس ليت بلزوم التسالي. جبت الجبنه اللي انا وريتها لكم بحبها جدا جدا. السعر بتاعها كان قليل في الفيديو، لكن هي كانت عامله 17 دولار. ما كانش السعر بتاعها، كان انا شايفاه 5، لكن هو السعر كان 17 دولار وحاجه. جرين لاند جبت برضو علبه وكده. استنوا بقى اما نظبط الدنيا.
وجبنا الرز المصري. النوع ده انا بحبه قوي، جربت انواع كتير، اسمه الضحى. رز الضحى برضو موجود في مصر على ما اعتقد. انا بحب النوع ده من الرز المصري، جميل جدا جدا. وجبنا بقى ازاز علبه بابريكان. بابريكان، ها، مش عامل زي الشعير بتاع مصر. جبنا دي كده بوكس على بعضه فيه 6. الازاز البابريكان دي زي ما قلت لكم عامله زي الشعير بس بقى باطعمه، في طعم التفاح، طعم الخوخ، طعم الرمان، اطعمه كتير جدا جدا. بس الطعم الوحيد اللي انا لقيته احلى طعم فيه هو الخوخ بصراحه. جبنا برده منه واحده. دي كده كانت المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده. الاسعار حلوه جدا جدا في المحل، بجد محل القدس من احلى الاسعار اللي انا برضو رحتها. وبصراحه بحب اروح لان في حاجات مختلفه، تلاقي حاجات زي حاجات رمضان، دخلت اي مناسبه بتلاقي عنده الحاجات اللي احنا محتاجينها. وكمان يجيب بقى بتنجان، يجيب خضار، بيجيب حاجات معينه كده قريبه من حاجتنا بتاعه مصر. اشوفكم فيديو جديد. حبيت بس اشارككم الحاجات اللي انا جبتها النهارده، وصورت لكم فيديو وانا بره البيت وانا بشتري الحاجات دي من المحل ده. صاحب المحل معاملته حلوه جدا جدا بجد، مش هتندموا لو رحتوا واشتريتوا من عنده وجربتوا الحاجات بتاعته. حاجاته حلوه قوي واسعارها بجد اقل من بره. ممكن تلاقي دولار في الحاجه، 2 دولار. طبعا بتفرق معاكي يعني ممكن تشتري حاجات توفري فيهم 50 دولار ولا حاجه، 30 دولار، 20 دولار. انت اولى بالفلوس دي. محل حلو جدا جدا. هسيب لكم العنوان بتاعه كده. خلاص الفيديو بتاعي خلص، واستنوني في فيديو جديد من مطبخي، مطبخ سمر في الغربه. اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه.